ويا أهلًا وسهلًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من كل قلبي، أتمنى تشوفون هذا الفيديو بألف صحة وعافية. اليوم راح أشارك معاكم فيديو لمخبوزات صحية، الفيديو اللي قبله كمان المخبوزات كمان صحية، وكمان على فيديوهين جاية كلها فيديوهات راح تكون لمخبوزات صحية. خبزنا حق اليوم راح يكون خبز البروتين، اسمه المعروف المتعارف عليه خبز البروتين، طريقته سهل مرة، من جوا طري مرة، ومن برا شوي مقرمش، فالناس اللي تحب المخبوزات الصحية راح يكون خيار مثالي لهم وجميل ولذيذ، والحلو إنه يسوي لنا كمية كذا حلوة تكفينا كم يوم، شوفوا قديش طراوته، يا تبارك الرحمن، يلا نسويه لأن طريقته مرة سهلة وما يبي لها شي. أول شي راح أحط عندي 160 جرام زبادي يوناني اللي هي العلبة الصغيرة. سواء يكون بارد اللي هو الزبادي أو يكون بحرارة الغرفة. عندي ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، عندنا كمان ملعقة صغيرة من الملح. راح أخلط المكونات شوي بس لين تتمازج، طبعا هذه الخطوة اختيارية لكن عن جد دايما تعطيني فرق في النتيجة النهائية. الحين راح أضيف 200 جرام دقيق الرحى أو دقيق الأسمر أو دقيق القمح الكامل. راح أحط لكم صندوق الوصف الدقيق اللي أنا أستخدمه، صراحة مو إعلان ولا شي، ولكن كثير يسألوني إيش نوع الدقيق تستخدمينه وليش المخبوزات نحس فيها فرق لما تسوينها إنتي. المهم راح أحط لكم في صندوق الوصف صورة الدقيق اللي أنا أستخدمه، أو أي دقيق أنتم توكم طاحنينه وطحنته ممتاز وتعرفون إنه ممتاز استخدموه. راح أضيف وأنا أعجن نص كوب على نص كوب تدريجيًا على حسب يعني امتصاص الدقيق للموية، المهم نوصل لهذا القوام في النهاية، تكون ماسكة نفسها ومرة تلصق في اليدين. راح أخليها الحين راح أغطيها بس مجرد ما تمتزج المكونات راح أوقف خلط، ما راح أحتاج إنه أطور جلوتين أو شي. بعد ال10 دقايق راح أبدأ أفتح عليها ال ال الغطا وراح أبدأ أقسمها ل4 كور، ال4 كورات هذي حجمها مناسب وكبرها حتى لمن تطلع من الفرن مرة حجمها مرة مناسب، يعني يعني لو تبون تحطون كل شخص حبة. وبس هذه عندي آخر حبة. طبعًا مرة مهم إن نحط في يدينا موية قبل نقطع العجينة عشان ما تلصق في يدينا قدر المستطاع. ريحتها نص ساعة وبعدها رجعت بعد ما تضاعف حجمها، طبعًا سخنت الفرن قبلها بوقت من أول ما كورتها التكوير الأول، سخنت الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية، أعلى حرارة عندي تقريبًا 225. الحين قبل ما أدخلها الفرن راح أدهنها دهنة خفيفة بالموية، وراح أحط عليها نخالة القمح، وراح أدخلها الفرن تقريبًا من 12 ل15 دقيقة تكون عندي جاهزة. اختياري في خطوة مرة بسيطة استخدمها لكل أنواع المخبوزات حتى لو كانت فطاير. أول ما تطلع من الفرن راح أحطها في منشفة مخصصة للخبز، راح ألفها كاملة وجواتها الخبز، وبعدها راح أحطها كمان في كيس بلاستيك. بهذه الطريقة البخار اللي يطلع من نفس الخبز راح ينحفظ عندي ويحفظ لي طراوة الخبز لأيام. عشان كذا أحيانًا بعض الناس يقولون إن الخبز الصحي إنه يكون معاهم ناشف، ليش؟ لأنه أول ما يطلعونه من الفرن يخلونها مكشوفة للهواء فيتبخر الهوا منها اللي هو الحرارة ويبقى جواتها النشوفة. وبس منشن من هالفيديو للناس اللي تحب المخبوزات الصحية، أشوفكم في فيديو قادم، استودعكم الله.